محمد راوراوا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم هدد بمغادرة بعثة المنتخب الجزائري للعاصمة المصرية القاهرة وعدم إجراء المباراة أمام مصر يوم السبت. وحسب تصريحات راوراوا للجزيرة الرياضية فقد هدد هذا الأخير بعدم لعب المباراة بعد أن تعرضت الحافلة التي أقلت المنتخب الجزائري بعد أن تعرضت إلى رشق بالحجارة أمام مدخل الفندق الذي يقيم به المنتخب، ما أدى إلى إصابة 3 لاعبين هم ليموشيه وحليش ورفيق صيفي بجروح متفاوتة. وكانت حافلة المنتخب الجزائري قد غادرت مطار القاهرة بسلام، لكنها فوجئت برشق من الحجارة من قبل بعض الجماهير أثناء توجهها إلى الفندق. وكانت بعثة المنتخب الجزائري قد وصلت إلى مطار القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة، ومنع رجال الصحافة من الاقتراب نهائيا من اللاعبين وأيضا الجهاز الفني. مزيد من التفاصيل في تقرير موفد الجزيرة الرياضية إلى القاهرة فتح رقم. مطار القاهرة الدولي تزين مساء الخميس، وذلك بمناسبة وصول بعثة المنتخب الجزائري الذي سيواجه مصر يوم السبت. إجراءات أمنية مشددة بل طوق أمني شهده المطار لحماية اللاعبين الجزائريين من كل أذى. مشجعون جزائريون كثر كانوا في استقبال منتخبهم للتعبير له عن وقوفهم وراءه لتحقيق التأهل إلى المونديال. جيت من فرنسا نتفرجوا على الفريق الجزائري إن شاء الله هنا في مصر، وإن شاء الله الفريق الجزائري يتأهل في كأس العالم. ولم يتمكن الكثير من رجال الإعلام من الاقتراب من أي لاعب جزائري. الحمد لله وصول ممتاز وترحيب أخوي، وإحنا في بلد شقيق وحبيب وعزيز، والباقي مباراة في كرة القدم فقط. وحسب مصادر إعلامية وبعض الصور التي حصلنا عليها يكون الوفد الجزائري تعرض للمضايقة وهو في طريقه إلى مقر إقامته القريب من المطار. ونظن هذا الشيء امثله في عامل لاستفزاز الفريق الجزائري، ونظن باللي الفريق الجزائري بسيكولوجيكمون اقوى من الامور هذوما وراح يتخطاهم ان شاء الله. الامور اصبحت خطيره الان بعد تعرض حافله المنتخب الجزائري الى التهشيم من قبل بعض المناصرين المتعصبين. اقول بعض المتعصبين لان الشعب المصري مؤدب وله اخلاق، لكن ما شفناه اليوم ما دليل او مؤشر على ان الامور قد تختلط في الساعات القادمة. بوصول المنتخب الجزائري إلى القاهرة يبدأ العد العكسي لأقوى مباراة شغلت بال الشعبين المصري والجزائري في العشرية الأخيرة. فتح رقم الجزيرة الرياضية من أمام مقر إقامة المنتخب الجزائري. هذا